السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل كده على نظام الأكواميمتري اللي هو نظام اشتغلنا بيه السنة اللي فاتت والسنة دي، ونزلنا له أكتر من فيديو. وهو نظام لتربية الأسماك، يمكن قريب شوية من الباي فلوك لكن هو أفضل بكتير من الباي فلوك. طيب قبل ما ننقل للنظام دوت اللي احنا شفناه من شوية ده اللي هو تربية الأسماك في المزارع السمكية التقليدية. واللي احنا شفناه ده عبارة عن ان الفدان كله كامل اللي هو 4200 متر، انتاجيته حوالي 3 طن سمك. طيب الحوض اللي احنا شايفينه ده لوحده اللي هو تقريبا كده حوالي عرض 5 متر في طول حوالي 12 متر، انتاجيته اكتر من 3 طن سمك اللي بينتجهم الفدان. طب ده يبقى عن طريق ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، يمكن احنا مغطيين او المهندس عبد الله صابر هنقول يعني ايه علاقته بالموضوع ده في اخر الفيديو ان شاء الله. آه، مغطيه طبعا عشان الاسماك ما تنطش، لان كميه الميه يمكن قريبه من الحواف، والاسماك معروفه انها ممكن تنط من الحوض لو المسافه قريبه بينها وبين الخارج يعني. فعشان كده مغطي الحوض ده نظام الاكواميمتري اللي هو بيقول ايه الاكواميمتري دوت. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ان احنا بنحاول ان احنا نحاكي الحياه الطبيعيه للاحياء المائيه في الميه يعني. يمكن كان بيطبق، يعني بدايته كان في تايلاند حبوا ان هم يربوا اسماك القشريات اللي هي الروبيان او الجمبري، يعني زي ما احنا كده بنقول عندنا. يربوه في نظام الاكواميمتري، ونجحوا بالفعل ان هم طبقوه عليه. بعد كده في دول كتير خدته وطبقته على البولت كمثال. والبولت هم الاسماك العاشبه زي ما احنا شايفين كده قدامنا. ده عينه من الحوض، شايفين الاحجام طبعا شكلها ايه؟ ما شاء الله عليها طبعا، احجام بسم الله ما شاء الله. رغم هقول لك دلوقتي ان حوض زي كده كان في المتر المكعب بتاعه اكتر من 280 سمكه. تخيل قد ايه. طب عشان ما حدش يقول بقى انت بتتكلم اونطه والكلام ده كله، اللي احنا شايفينه ده الحصاد بتاع الحوض اللي احنا شفناه من شويه. وهنشوف كميه الاسماك اللي طالعه منه واحجامها، واذا كان في تفاوت بقى في الاحجام ولا لا، او الاحجام كبيره ولا لا. طبعا اي حد بيفهم في الاسماك هيعرف ان الاحجام بسم الله ما شاء الله كلها متقاربه، ومفيش تفاوت كبير في الاحجام، وان الاحجام كبيره ما بين سوبر و بالكتير او نمرة واحد معظمه سوبر. وكمان كان في دباش على فكرة، والجماعة اللي هم بتوع الأسماك فاهمين يعني ايه دباش ويعني ايه سوبر ويعني ايه نمرة واحد. دباش يعني فوق ال 350 جرام، علشان كده قد الدبشة يعني فمسمينه دباش. السوبر بيبقى حوالي 3 سمكات في الكيلو أو 4 سمكات في الكيلو. نمرة واحد يعتبر 4 سمكات في الكيلو، أو بالكتير أو 5 سمكات في الكيلو يعني. لكن هو معظم الأسماك كانت سوبر ونمرة واحد. طب يا عم تقول لنا يعني ايه الاكوميمتري، يعني او يعني ايه التركيبه اللي انتوا بتحطوها دي وشغالين بيها، واللي عملها المهندس عبد الله صابر وطبعا هو مش اختراع، لكن هو في حط اضافات كتير من عنده في اللي هنقول عليه في الاخر يعني. هي طبعا اول حاجه يعني عايزين نحفز بقى الكائنات الدقيقه اللي موجوده في قلب الميه والعوالق الحيوانيه والطحالب، علشان دي تكون في الاساس ده الغذاء الطبيعي بتاعه، واللي في نفس الوقت بترفع من مناعة الأسماك وتخلينا نوفر ما نستخدمش أساسا من أصله أي حاجة مضادات حيوية علشان مناعة الأسماك. وطبعا بتوفر لنا في الغذاء وفي الأعلاف يعني. التركيبة طبعا زي ما احنا قلنا كده بتعتمد اعتماد كبير على البكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتيك، وبتعتمد كمان على البريبيوتيك اللي هو الغذاء بتاع بقى البروبيوتيك اللي هي غذاء البكتيريا النافعة، عشان يزود لي الكثافة بتاعتها والمستعمرة البكتيرية بتاعتها، علشان تقدر ان هي تقوم بالنشاط بتاعها والوظيفة بتاعتها اللي احنا مخصصينها للأسماك ديت. علشان ما غيرش ميه، لان ما بغيرش ميه خالص طول الدور، ما فيش اي تغيير للميه. كمان بعتمد على ان انا على تخمير الاعلاف نفسها، وموضوع تخمير الاعلاف ده قصة تانية خالص بعدين نتكلم فيها، لان بيرفع من القيمة الغذائية بتاعة الاعلاف بشكل فوق ما تتخيلوا. وده تم استخدامه طبعا في اليابان بالذات، وفي دول جنوب شرق اسيا بشكل
كبير جدا. طبعا بقى الاضافه بقى اللي هي الحاجه اللي تخص المهندس عبد الله بالذات فيها، اللي هي الاضافات الطبيعيه بتاعه المستخلصات بتاعه الاعشاب بالذات والطحالب الدقيقه. لا هو كان له فيها باع كبير جدا، وقدر ان هو يوصل في التركيبه بتاعه الاضافات الطبيعيه دي كمان، بالاضافه البكتيريا النافعه كمان، لتركيبه محترمه جدا. خلت ان وصلنا في الانتاج من 50. هو عنده وصل فعليا السنه اللي فاتت انتاج انه يطلع من المتر المكعب الواحد من 50 كيلو لاكتر من 60 كيلو، وممكن نوصل بيه كمان ل 70 كيلو في المتر المكعب. وده بيورينا الفرق الكبير اللي بين تربية الأسماك بنظام الأكواميكري وبين تربية الأسماك في الأحواض السمكية في الطبيعة. حد يقول لي طب إيه الجديد بقى عندكم؟ ده الجديد اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. طبعا أحواض أكبر بكتير كمان من الحوض اللي فات، وده مش في مصر، ده على فكرة في المملكة العربية السعودية. وده بعد أكتر من 45 يوم بدون تغيير مية نهائي في الأجواء السعودية. الكثافة اللي موجودة في الأحواض دي يعني أكتر من 150 سمكة في المتر المكعب. كل الشكر طبعا المهندس عبد الله صابر على جهوده الكبيرة فعلا في المجال ده. كنت